مين غيرك بدي اعطي هالمرآة؟ بدي اعطي المراية، طلعي فيها انت قولي. شو بقول أولا؟ قولي انت، شوفي المراية شو بتقلك. ما كتير بتعرف الطلع بالمراية. أنا بقول إنه بعدني على عمري منيح. ان شاء الله على طول، ان شاء الله على طول، ان شاء الله على طول، ميرسي. ان شاء الله على طول، ان شاء الله على طول ضلك مايسترا وقائدة وحلوة وجميلة. ايمتى كانوا يحمروا خدودك لما تسمعي كلمة حب؟ لهلا. لهلا؟ ايه، ابني مثلي كمان يقبضني بيحمر خدوده. بس انه هلا ما بقى اسأل على الحب خلص، بس انه بنبسط حدا مستحليني، عرفتي؟ يعني هذا شيء بيرضي كل ست. يعني ممكن يدق قلبك ولا خلص؟ خلص خلص ايه، كبرنا، ما بقى ساعة، ما بقى وعينا صباح بنقول صار عندك الوعي التام بهالموضوع، وعي تام. تعرف انت انه اللي بيتجوز بيبقى مسحور؟ كيف شكل؟ ايه، بيبقى كأنه مسحور، بيروح بيتجوز وبيقعد بعدين بفوق انه تجوز، عرفت كيف؟ مثل كأنه الإنسان مسحور. قد ايه في ناس بدهم فك سحر. ويا صباح الأولاد الصغار وبكي وصريخ وهيدا اللي بده حليب، هيدا اللي بده ما بعرف شو. ما بطيق بخوة. كنت بس تبكي بنتي عندها اختي سعاد، قالت كده عم تبكي بنتي، ما بقدر اسمع بكي هيك الاولاد، اخوة. كانوا خياتي هن مهتمين بولادي اكثر من يعني بتعرف، بحب اعيش فنانة، ما بحب اعيش هيك غير للطفل ويبكي وطعميه، ما بتحبيهم؟ بحن عليه كثير بس ما من بعيد لبعيد، من بعيد لبعيد. وكتيتا هلا كتيتا يقبروني، عندي بنت ابني مثلي بتشبهني كثير. الله يطول عمرنا، هاي اجمل لحظه بحياتي واجمل نعم. وعندي بنت خيي رجب غالي المحامي كمان، يا بعبال عبيدي طبعا. الك جلادتهم هلا يعني للحفيد الك جلاده اكثر من الاولاد؟ ايه، هلا بس الانسان يكبر بصير يحب احفاده ويحب اولاد خيي والصغار يعني مين ما كان. فبنت خيي بتغني الأوف، تصور سنتين بتكرها مثل ما انا بكر اسم الله بالدم ومثلي، وبترقص وبتهيص. هلا احنا كثير بتسمعي بتقول لي بدي المغرب. لأن تأليف بيا، عرفت كيف؟ بتقعد تسمعها مثل وحده كبيره، ياخذ العين عنها. اللي غنيتها ست نجوى كنم. طبعا وبتسألني ليش مغرب؟ ايه. إذا بدك تنصحيها لحفيدتك هيك، تاخدي كتاب وتبلشي تكتبي نصايح لإلها، تقول لها يا بنتي خليون هودي حلق بداينتك، بلشي لي بأول نصيحة. ولا نصيحة. كل عمر له مرحلته، وبيفتكروا هالنصايح انه هيدي يعني الواحد كبر وخرفان ما بيآمنوا بالنصايح، عرفت كيف؟ اللي بده يصير بصير. انا ياما اهلي نصحوني ياما هيك. طب انت تعلمتي من الزمن؟ ايه، تعلمت الزمن منيح. شو بتعلميها من الزمن؟ بعلمها انه اول شيء تكون مثقفه وتكون قد الحمل. بنت ابني عم تعمل دكتوراه. الله يعين عنها. ابن ابني مرة أخذني لعنده على الجامعة، قال لي خليني أتفرج عليك، مش مصدقين إنك ستي وهيك. إن شاء الله بإنه أولاده يخزي العين مثل الملوك، وكتير مربيهم إنه يوعوا لنفسهم ولحياتهم. إنه هلا ما فيك تنصح حدا، عرفت؟ بنصح إنه الواحد يفكر كتير قبل ما يتجوز، قبل ما يشتغل، قبل ما يصادق حدا، ويعني هيك هالقصص هاي، ما يغلط مع حدا. أهم شيء أهم من هودي، ما بدي سميهم نصايح، أهم إذا بدك إرشاد، أهم ملاحظة من هودي كلهم شو؟ أهم ملاحظة إنه يكونوا صبورين ويكونوا عندهم شخصية، يعني يكونوا مسؤولين بهالدنيا، ما يقعدوا هيك بدون مسؤولية، ويعرفوا كيف يخططوا لنفسهم وكيف ينجحوا وكيف يكونوا محترمين بين العالم وهيك شيء. طيب إذا في ناس هلا عم يحضرونا صبوحة حاطين التلفزيون وملقحين على هالصوفة بالبيت أو بغرفة النوم، أو تعبانين أو قلبهم مكسور أو محبطين، نحن باللبناني بنقول بنهلن ديبرسين من ديبرشن يعني محبطين، شو بتقولي لهم؟ الكاميرا شو بتقولي لهم لهالناس؟ بقول لهم إنه الدنيا ما بتستاهل، عيشوا وانبسطوا، عيشوا كل لحظة. بكرة بتشرق شمس العيد وبتبشر بنهار جديد. حب اليوم، عيش اليوم، اليوم بإيدك بكرة بعيد. هيدي تأليف روميو الحود العظيم. فهيك بقول لهم، وبقول لهم يانا 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 في حبيبي أموت أنا، يانا 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 في حبيبي أموت
أنا فحبيبي أموت أنا، أموت أنا بلهيبي يا عذابي وحبيبي وحبيبي مدري وعلشان أموت أنا. الله الله الله، مهما أكبر بنضل اتدلع ما طول بعمرك نموت نحن يا صبوحة قبلك. بعد الشر. صبوحة، نحن وقت قرينا عن الصحفية والأديبة مريم شير أبو جودة بلقائها الشبكي معك وقت سافرتي على أمريكا، آخر سفرة وقتها انصدمنا كلنا وصعقنا إنه صباح مش راجعة على لبنان. وقتها طليتي كمان عبر الأثير صوت الغد مع الزميلة ريما ريما على فكرة صارت ماما لتاني مرة، جابت إلا ماريا قبل يومين. مبروك مبروك مبروك. وقتها سمعناكي كمان مع ريما جاي من أمريكا مباشر، نحن انصدمنا. بس السؤال هلأ ليه ما ضليتك معهم؟ مع اولادي؟ مع اولادي هون، مع اولادك. ما في حس اني انا انتهيت وقاعده تيتا لا لا لا. هونيك نهاية امريكا؟ بروح بشق عليهم كل سنه وبقعد معهم، وهون اذا تحركت رحت على سوق الطويله، بيقولوا صباح سكنت سوق الطويله، ما بحياتي قلت انا هجرت وتركت ابدا. غريب. صباح صباح هون بلبنان وبالعالم العربي. لبنان لانه عظامي من خشب الارز. صورة الرئيس شارل الحلو، ايه عطاني وسام الارز على ايامه هو. ايه بحبه كتير، كل رئيس بلدي على راسي كلهم بحبه، بس كنت شمعونية كتير زمان. شمعونية، وبتحبي ايه كمان بيت جميل. ايه برافو عليك، مضبوط. ايه لا بتعرف ولاد اصل ايام زمان كانت غير هالايام، تغيرت الدنيا فنيا وسياسيا وكل شيء. مين اوسم رئيس جمهورية اجى على لبنان؟ أول كمال شمعون الله يرحمه، وبشير جميل الله يرحمه. الله يرحمه. ومين جميل قال طول عمره، قال لي شو حلو كمان يا حياتي. أنا كان في علاقة هيك، علاقة صداقة مع أمين جميل، يعني كان شو ما بتطلبي ايه لهلا. أنا زمان كان حزب الكتائب، بعدني الشيخ بيير جميل كنت عمري شي بمريول المدرسة 12 سنة هيك ياخذني على الحزب غني، وهو تبناني. عرفت كيف؟ كل سهرة ببيته ياخذني، تربيت على حبهم. وهو لما رحت على مصر بعت معي مكاتيب لكتير ناس يهتموا فيي وهيك. مرة وقت على حبهم. كمال شمعون لما كنت احدث شيء قال له اي ساعة بيجي يعني بقدر شوفك، اللي انت ما تيجي انا بيجي لعندك. كان يجي هو بنفسه. جنتلمان يعني. ايه يعني كانوا عارف السياسيين مثل الاهل. حدنا وهيك نحس بيقربونا، مثل السادات الله يرحمه ومرته كمان كنت حسهم مثل اهلي. جهان السادات. ايه كثير كثير. اعطاني كرمني بالجنسيه المصريه السادات الله يرحمه. شارل الحلو عندما اجى على بعلبك مره حضريك مد ايده تيسلم ما سلمته. ايه تعرف ليه؟ لانه الفنان بيقعد سنين والسياسي بيقعد كم سنه، ولازم يكون عنده عزه نفس الفنان. فطلبته كذا مره ما ردوا علي، كان بدي منه موعد لان كان في مجله عم تهاجمني كثير. ما كان يعطيني موعد. عرفت كيف؟ فاتت الايام وفاتت، اجى على بعلبك بده يطلع يسلم علي ما قبل. بعدين لما كان عندك الجرأة صباح انه قال لي منصور وعاصم شو بك جنيت؟ قلت له جنيت ما بدي سلم. قد ايه جنيتي بحياتك صباح؟ انا مجنونه. مجنونه بعقل. قالوا عني مجنونه بعقل. ايه فبحب هيك الدنيا والصرعات كثير. فما بعدين لما طلبوني المكتب الثاني قال ليش ما رضيت تسلمي على الرئيس؟ قلت لهم انا كذا مره بدي موعد وما اعطاني. فطلع ما حدا قايل له، هيك قالوا بالاخر. رديت اعتبارك يعني. ايه. رد اعتبار قدام الرئيس حتى. صباح، قد ايه الجنون مسموح للفنان؟ جنون؟ بطبعه الفنان عنده هيك يعني، عرفت كيف؟ طبعا بذكاء وبحد معين، كل شيء له دوز. يعني الشيء اللي اكثر من الدوز مش حلو. يضل محترم حاله. عرفتي كثير ملوك وعرفتي كثير امراء وشيوخ وقاده يعني ووزراء واميرات، مين سمي لي اسم او اثنين تحسيون هن لقب امير او ملك او اميره وبالمضمون كمان عندهم ملوكيه او يعني اسم على مسمى؟ شفت ملوك كثير الحقيقه. الملك حسين الله يرحمه 4 أوسمة عندي منه، والجنسيه الاردنيه كمان كرمني فيها. ايه ما بنسى وقت احداث لبنان يعني قعدنا بالاردن وكان مهتم فينا كثير كثير.
يعني ما بنسى جلالة الملك حسين ابدا، الخليل وابنه الملك عبد الله. يعني هو ما بنساهم، والسادات، عبد الناصر، حسني مبارك، يعني كل هالرؤساء حبايب قلبي. قد ايه لما تحبطي؟ صائب سلام. صائب سلام يا كمان حياتي شو كان يحبني كثير كثير. وردة بيروت. يا بيجي على المسرح يحضرني ويطلع لفوق يهنينا وهيك، ما بنساه ابدا. ورياض الصلح الله يرحمه كمان كثير ساعدني لما رحت على مصر. عائلتك مميزة مع بيت الصلح. ايه بحبهم كثير. بناته كانهم مثل بناتي ابدا. الأميرة منى والأميرة ليلى. ايه كلهم خصوصا عليا ست عظيمة. حكيتيها للست ليلى عندما باركتي لها بالحقيبة الوزارية؟ الحقيقة لا. عرفت كيف؟ أنا قلت الأيام صارت انقلبت غير شيء وما بدي أزعجها، بس انبسطت كثير إنها طلعت، وكنت كمان بحب ست عليا تطلع. يا ريت كمان كنت بتحب